يا سمعين الكلام ويا الولاد والبنات اللي تحبوا الحكايات اللي فيها العجب والعبرة، شدوا رواحكم وردوا بالكم، راهي جاية حكاية ما صارت لا في زمانكم لا في زمان اللي قبلوا منكم. كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان زوز خوة، واحد غني وواحد فقير والاثنين متزوجين. الغني داره عامرة وزوجته معروفة بالقساوة والغرور، والفقير داره خالية إلا من المحبة والصبر، وزوجته سبحان الله جمالها كي القمر وقلبها كي النور. وكانت تخدم عند سلفتها من صباح ربي حتى يتيح الليل، ترهقها وتذلها وفي الآخر تقولها اجمعي بقايا القمح اللي طاح من الغربال على أرض وخذيه أجرك، وهي ما تقول والو، تصبر وتدعي، والراجل ساكت قلبه مكسور ويحبس الدمع ويقول رب كبير. وهكذا دارت الأيام وزادت المعاناة حتى جاء نهار اللي تبدلت فيها الأقدار، وخرج الراجل الفقير زادوا على كتفه واختاه توديه لمصير عجيب. المكان غريب، الغابة فيها الأشجار تهمش والريح تحكي، وقصر غامض تسكن فيه وحدة ما هي لا إنس لا جن، بل بنت الغولة مسعودة. ومن هنا تبدأ الحكاية ومن هنا تبدأ العبرة. مسعودة بنت الغولة. كان يا مكان في قديم الزمان أخوين، أحدهما فقير والثاني ثري، والاثنين متزوجين. وكانت زوجة الفقير امرأة جميلة وتشتغل عند سلفتها من الصباح لليل، وبسبب غيرتها منها من تعطيهاش مال، وتقول لها آخر اليوم اجمعي بقايا القمح اللي طاح من الغربال على أرض وخذيه أجرك. وكانت تستمتع لما تراها تجمع القمح بالتراب وتدمي يديها بالأشواك. وهكذا تمر الأيام والليالي، والراجل الفقير وزوجته صابران على ذل امرأة أخوه من أجل أولادهم الصغار، ويدعي والله كل مساء لكي يرزقهم من نعمته ويرفع عنهم الظلم. أحد الأيام قال الراجل الفقير لمرته لم أعد أطيق صبرا على هذه الحياة، فنحن لا نربح إلا القليل، وأخي لا يخجل من سبي، وبأني لولاه لمت من الجوع، ولهذا السبب سأرحل في أرض الله ولن أزد يوما آخر هنا. ثم وضع زاده على ظهره وخرج لا يعرف أين يذهب، ومشي حتى دخل غابة كبيرة مليئة بالأشجار والنباتات، بقى يدور كي يخرج منها، لكن حل المساء وأظلمت الدنيا وما زال هناك، فأحس بالخوف في هذا المكان الموحش، وندم على ترك مرته وأولاده دول مال وطعام، وبدأ البكاء على حظه العاثر. لكنه فجأة رأى بنت ملتفة برداء أسود تمر أمامه بسرعة، فناداها لكنها اختفت، فجرى وراءها وهو يتساءل ماذا تفعل هذه الشقية هنا؟ لا شك أن هناك من يسكن هذه الغابة وسيرشدني على الطريق. في النهاية توقف أمام قصر كبير غارق في الظلام، وسمع نعيق البوم فخاف هم بالهرب وهو يتعوذ بالله، فماذا لو كانت تلك الفتاة من الجن أو أحد الأشباح؟ ثم تشجع وقال في نفسه ليس لدي ما أخسره، فأنا فقير، ولو مت فربما تتزوج مرتي من رجل آخر ينفق عليها وأولادها، فهي جميلة والناس تحسدني عليها. ثم أخذ عود حطب أشعله وتقدم نحو القصر، ثم دفع الباب فانفتح على مصراعيه، وعلى ضوء النار رأى غرفة واسعة مليئة بالتحف واللوحات النفيسة المذهبة، وفي آخرها مدفأة مشتعلة وعليها قدر يغلي وقد تصاعدت منه رائحة اللحم. فأطفأ عود الحطب واقترب من القدر، فجأة سمع صوت وراءه يقول له يبدو أنك جائع إلى درجة أنك لم تهتم بالتحف واللوحات النفيسة المذهبة. فارتعد الرجل حتى كاد يسقط أرضا، ولما التفت رأى البنت اللي صادفها في الغابة تبتسم له وقد ظهرت أنيابها. قالت له
لا تخف، اسمي مسعودة وأنا لست كأمي. تعال نأكل وقص علي حكايتك، فأنا أعيش معظم الوقت وحدي وقلما يأتي أحد هنا، وإذا حدث ذلك فمن يأتي يحاول سرقة تلك التحف الثمينة، وحينئذ أقتله لأنها ملك لعائلتنا منذ مئات السنين، وأنا وأمي نحرسها. والآن قل لي، ما الذي أتى بك لهذه الغابة الموحشة التي لا يدخلها النور؟ كان الرجل يأكل ويستمع، ثم هم بوضع قطعة لحم في فمه، لكنه توقف، فضحكت البنت وقالت: إنه لحم خروف. بدأ يحس بالاطمئنان رغم وجهها المخيف، ثم حكى لها عن أخيه الكبير وكيف تزوج مرة غنية لكنها لئيمة، أما هو فتزوج مرأة جميلة وطيبة القلب لكنها فقيرة، وكانوا يشتغلوا عند أخوه اللي يسخر منه لأنه فكر في الحب عوض عن المال، وهو ما يترددش عن إذلاله مع مراته حتى اليوم اللي قرر فيه الرحيل من تلك البلاد. لكن قلبه يتقطع ألم حين يتذكر إنه يأكل أحسن الطعام وأولاده وأمهم يبيتوا جوعا. يتذكر أنه يأكل أحسن الطعام وأولاده وأمهم يبيتوا جوعا. بكت البنت لما سمعت هذه الحكاية، ثم مسحت دموعها وقالت له: اسمع، عندما تخرج من هذه الغرفة ستجد رواقا طويلا فيه 7 غرف، ولما توصل 7 خذ منها ما تقدر على حمله من الفضة وانصرف. شيء آخر، إياك أن تفتح بقية الغرف، فما فيها ليس من شأنك، وإذا خرجت من هنا فلا تعد مرة أخرى، فأنا لا آمن عليك من أمي، ولا تعلم أحدا بما جرى مهما حصل. هل تعدني بذلك؟ أجاب الرجل: سرك في بئر. الله يرزق الأخ الفقير. دخل الفقير للرواق ونظر يمينا وشمالا، فرأى 7 أبواب عليها زخارف بديعة، فمد يديه ليفتح إحداها، لكنه تذكر وصية البنت ومشى حتى اقترب من الباب السابع، ثم فتحه ووقف ينظر بدهشة إلى أكوام الفضة، فأخذ كيس وملئه إلى 4، ثم وضعه على ظهره وخرج. لما رأته بنت الغولة قالت له: لأنك لم تكن طماعا ستفوز بما حملته وهو حلال عليك، ولو ملأت الكيس لما تمكنت من الابتعاد عن القصر ولعثرت عليك أمي وقتلتك. أجابها الرجل: طول عمري عشت فقيرا، وما كنت أحلم به ليس الثراء، بل أن نشبع من الطعام أنا ومرتي وأطفالي. قالت مسعودة: إذا أحسنت التصرف فيما حملته فلن تعرف الفقر، والآن اذهب في أمان الله، وسأدلك على الطريق في هذا الظلام الدامس. بعد نصف ساعة توقفت الفتاة وقالت: واصل في هذا الاتجاه وستبلغ أول أشجار الغابة، أما أنا فسأجري للقصر قبل أن ترجع أمي من الصيد. جلس الراجل يستريح قليلا وهو ما يصدق نفسه، ثم واصل طريقه، ولما طلع الصباح ذهب للسوق واشترى حمارا و10 عنزات وطعاما، ثم ركب حماره ورجع لبيته، ومن بعيد شاهد أولاده يقطعون بعض الجذور والأعشاب، ولما رأوه رموا ما في أيديهم وجروا نحوه وهما يتصايحوا وقالوا له: إننا نحس بالجوع يا أبي. فرد عليهم وهو يبكي: ستأكلون وتشبعون. ثم افتح الباب وقال: أين أنت يا مرأة؟ تعالي، فالدجاج المشوي لا يزال ساخنا، وهناك الخبز والزيتون والفلفل. فلما سمعت صوته بدأت تزغرد، ثم مدوا الجميع يديهم وأكلوا. قال الصبيان لأمهم: لقد رجع أبي بقطيع من الماعز وهو يرعى قرب الدار. فنظرت إلى زوجها باستفهام، لكنه أجابها: سنرد بالراد من الشاي على الكانون وسأحكي لك عن كل شيء. وقفت المرأة أمام الشباك وأطلت على العنزات والحمار، ثم قالت: ما أعجبها من حكاية لا تخطر على بال، لكن أخبرني ماذا تنوي أن تفعل بهذا القطيع؟ أجابها زوجها: سناخذ الحليب ونصنع به جبن وزبدة وننزل ونبيعه كل صباح في السوق، أما باقي الفضة فسنصلح بها الدار الخريبة ونأثثها بأحسن الأثاث. أجابته: أليس هذا كثير علينا؟
قال لها: الله يرزق من يشاء دون حساب، ولن تذهبي بعد اليوم إلا زوجة أخي، فهي ليست أفضل منك. وراجت تجارة الرجل ومرته، وكبروا القطيع وأصبح فيه الخرفان والأبقار والماعز. بعد ذلك اشترايا الأرض اللي بجوارهم وزرعوها بالقمح والشعير، وتحسنت حالهم وحولوا الدار إلى قصر بجوارهم وزرعوها بالقمح والشعير، وتحسنت حالهم وحولوا الدار إلى قصر. في أحد الأيام قالت امرأة الأخ الغني لزوجها: لم يعد أخوك يأتي إلى هنا، لا هو ولا امرأته، هل تعتقد أنهما بخير؟ أجابها: وما يعنيني من أمره، فقد كان أبي دائما يفضله علي، لكن في النهاية نجحت أنا وبقي هو معدما. كانت المرأة تعرف سوء زوجها، لكن لم تكن تتخيله بتلك الصفة. فأخذت خبزتين وشيء من الخضار وقصدت دار سلفتها، ولما شاهدت القصر والديعة قالت في نفسها: دون شك لقد أخطأت في العنوان. ولما سألت رجل عن دار فلانة أشار إلى القصر وهمس. يقال أن زوجها عثر عن كنز، والله أعلم. فرجعت تجري لزوجها وأخبرته بما رأت وسمعت، فتعجب وصاح: هذا لا يمكن، لابد أن أعرف منه سر ثرائه. ثم ذهب إليه محملاً بالهدايا واستدعاه إلى وليمة كبيرة في داره. ففرح الأخ الفقير واعتقد أن أخوه الكبير قد تاب عن فعل الشر. وفي المساء ذهب مع زوجته وأولاده فأكلوا وشربوا، وبعد الطعام قال الأخ للصبيان: تعالوا سأريكم شيئاً مسلياً. ثم عاد بمفرده. ولما سألوا أبوهم أين ذهبوا أجابوا: إن شئت رؤيتهم فأخبرني عن مكان الكنز. تظاهر الرجل بأنه لا يفهم، فغضب أخوه وقال: لا تحاول خداعي. لكن المرأة صاحت: سأخبرك بكل شيء. وبعد أن حكت له القصة فتح دهليز مظلم وأطلق الصبيان. وفي الصباح تجهز الأخ الغني ووضع على حمار زنبيلين كبيرين عزم على ملئهما بالفضة، ثم ركب عليه وقصد غابة القصر. قرب الأخ الغني من القصر الموحش فحس بالخوف، لكنه قال في نفسه: خويا موش أجع مني. ثم دفع الباب ودخل، فرأى ابنة الغولة واقفة أمامه، فسألته عما يفعله هنا ومن اسمح له بالدخول. فبدأ يبكي وقال أنه راجل فقير يبحث عن عمل، وقادته قدماه إلى هذا المكان. فنظرت إلى ثيابه الرصفة ولحيته الطويلة، فشفقت عليه وقالت له: في الرواق 7 غرف، افتح السابعة واملأ ما تشاء من الفضة، وإياك أن تحاول فتح الغرف الأخرى. فجرى للغرفة السابعة ووجد فيها أكوام من الفضة الخالصة، فأخذ كيس وملأ عن آخره وبدأ يجره. لكنه فجأة وقف وقال: قبل ما نمشي سأرى ماذا يوجد في بقية الغرف. ولما فتح الغرفة المجاورة رأى كدس كبير من الليرات والأواني والتماثيل، فأفرغ الكيس من الفضة وملأها بالذهب. ثم حدثته نفسه بفتح بقية الأبواب، وكل ما كان يفتح غرفة يجد شيء أثمن، واحدة فيها ياقوت والأخرى الزمرد واللي بعدها ألماس. وكان كل مرة يفرغ الكيس ويعيد ملأه بما هو أثمن ثمناً. ولكثرة طموحه ما شعرش بأنه الوقت يمر بسرعة ويقترب من نصف الليل. وفي النهاية وصل للباب الأخير، وكان مزين بالزخارف الجميلة، فقال في نفسه: دون شك ما يوجد هنا هو أثمن من كل رأيته. ثم فتح الباب فشاهد جرة كبيرة، ولما أدخل يده فيها وجدها مليئة بالقمح،
فقال: يجب أن أخرج الآن. لكنه سمع صوت الغولة تقول: آدمي في قصري والويل له مني. فترك كل شيء وهرب وهو يلعن حظه. كل هذا بتعب لأجل حفنة قمح. وجرت الغولة خلفه فوجدت الحمار فقتلته وعادت به للقصر. وصار الأخ الغني في البراري إلى أن تورمت قدماه، ولما وصل داره كان في حالة يرثى لها وما عاد يقدر على الوقوف. فأتت مرته بأجير ليشتغل في أرضها، وكان صحيح البدن قوياً، فبدأت تقضي اليوم قربه ويأكلان معاً. ولما يجوع الراجل يتحامل على نفسه ويبحث في الجرار فيجدها فارغة. وفي المساء تعود المرأة وقد شبعت من الطعام فتدخل فراشها وتنام. فأحس الراجل بالحزن لمعاملتها وهو مريض، وبدأ يبكي على حظه وشد طمعه. فلو أخذ الألماس وما فتحش الغرفة الأخيرة لكان الآن أغنى شخص في المملكة. والغولة معاها الحق، فالقمح أغلى من كل شيء، وما هو فايدة المال حينما لا تجد ما تأكله؟ لقد فهم ذلك فقط عندما جاع. وفي الصباح اتحامل على نفسه وذهب إلى دار أخيه. فتحت له المرأة، ولما رأت حالته أدخلته وأعطته طعاما، ثم قالت له: أخبرني ما حدث لك وأين زوجتك؟ فتنهد وأجاب: أنا مريض بعدما لاحقتني الغولة في الغابات، أما زوجتي فلم تعد تريدني بعدما أصبحت غير صالح للعمل. فشفقت عليه وقالت له: لا بأس، اشتغل عنا وسأعطيك أجرة ومأوى. أجابها: هل تفعلين حقا ذلك من أجلي بعدما قاسيتموه مني؟ قالت زوجة الأخ: حصل خير، وقبل كل شيء فنحن جيران، أليس كذلك؟ ولما رجع الأخ الصغير من السوق وسمع ما حدث لأخيه استغفر الله وقال: خويا طول عمره طماع ولم يرحمني، ولقد نال جزاؤه. ثم أنشد: الدنيا تدور فلا تأمنها، ودار أخوك لا تجاورها. فلو كان في قابيل الخير لما قتل أخاه، ولما بكى المظلوم أباه وقال: ارحمني رباه. ثم خاطب امرأته قائلا: سبحان الله، قبل أشهر كنت تلتقطي القمح من أرضه لتطعمي أطفالك، والآن هو من يخدمنا. لكن أعرف قلبك الطيب فلن تردي له ما فعله معنا، وبقيتي كما عرفتك أول مرة. أما أخويا فاختار زوجة جشعة تحب المال فرمته كالكلب لما مرض. ففي النهاية المروءة والقناعة هما من انتصر على اللؤم والجشع. وهذه عبرة لمن يعتبر. هذه عبرة لمن يعتبر. زمان كان فيه قصر وسط الغابة، ما يدخل ليه غير اللي قلبه طيب ونيته صافية. قصر سكنت فيه مسعودة بنت الغولة، اللي رغم ملامحها اللي تخوف كانت عندها بصيرة، وكانت تميز بين اللي جباغي الخلاص واللي جباغي الغنيمة. شوفوا كيفاش الأخ الفقير رغم فقره ورغم الذل اللي كان يعيشه كل يوم على يد سلفته ما عرف لا حقد لا حسد، ما سخط على رزق ربي وما تمردش على نصيقه، لا عينيه زاغت على الغرف إلا طمع قلبه بالفضة. خذا قد ما يقدر وخرج يشكر ربي، واللي خلاه يرجع للقصر إنسان جديد، يشبع ولاده، يفرح مرته، يعمر الدار اللي كانت خاوية، حتى ولات قصر يضرب به المثل. أما الأخ الغني سبحان الله من كثرة الطمع ما شاف لا الوقت لا الخطر لا حدود الرغبة. كل ما زاد الخير قدامه زاد الجوع في قلبه، وما فهمش باللي الدنيا ما تعطيش كل شي في مرة، وما عجبه لا الذهب لا الفضة، حتى وصل للقمح وقال عليه حفنا ما تسوى والو. وهو معرفش باللي القمح هو الأصل، هو الحياة، هو اللي كان يتمناه أخوه في الليالي الباردة وقت الجوع وقت الدمعة. ورجع الغني محني الظهر، مطرود مذلول،
لا مال، لا كرامة، حتى المرأة اللي كانت سبب كبريائه أول من تخلى عليه، وراح يخدم عند اللي كان يحتقره ويبكي على حاله ويتمنى يرجع الزمن للوراء وما يفتحش آخر باب. لكن الدنيا يا ولادي ما ترجعش للور، وما تنفع فيها كلمة لو. اللي راح راح، واللي بقى هو الدرس. ماشي كل قصر تسكنو غولة يكون شر. أحياناً القصور الموحشة تخبي فيها رحمة ما لقيناهاش في بيوت معمرة بالبشر. ومسعودة كانت الغولة في شكلها، لكن في قلبها كانت تعرف الخير من الشر والنية من الخديعة. النية هي المفتاح. الأخ الفقير ما كانش طماع، كان طامع غير في قوت ولاده، وربي يفتح عليه من أوسع الأبواب، لأنه ما خلى لا الحقد لا الغيرة تعميه. القناعة كنز ما يتشرش، كي خذا غير شوية فضة ربي بارك له فيها ودار منها تجارة وفتحت بها باب رزق ما يسد حتى للملوك. الطمع طاعون. الأخ الغني خلاه الطمع يعمي بصيرته، يدور في الغرف، يبدل الذهب بالياقوت والياقوت بالألماس، حتى نسى روحه وانسى الوقت. وكي خلاه الطمع يفتح الباب المحرم كانت نهايته على يد اللي ما يرحم. مسعودة الغولة الحقيقية. القمح رمز البركة، ماهوش مجرد حبات، هو رمز للخير، للأصل، للأرض، للجوع اللي عانى منه المظلومين واللي ما حسش ميه أخوه حتى جاع والذل وتخلت عليه زوجته. المروءة ما تموتش. كي رجع المسكين رغم كل شيء أخوه ما تردوش وما ردلوش الذل بالذل، خذاه وستر عليه. ومرته ما نستش الخير حتى وهي في القصر، ودارت معاه خير رغم اللي عاناته منه. الدنيا الدور، واليوم تكون فوق وغدوة تحت. واللي كان يجمع القمح من الأرض ويدمي يديه، ولا اليوم هو اللي يعطي اللقمة للي ظلموه. واللي كان يقول أنا ولي وحدي، ولا يطلب اللقمة ويقول ارحموني. واللي كان يقول أنا واللي وحدي، ولا يطلب اللقمة ويقول رحموني. الحب اللي يبنى على المروءة والنية يدوم ويثمر، أما الزواج اللي يبنى على المظاهر والطمع ما يدومش ويتكسر عند أول أزمة. وفي الأخير يا سامعين الحكاية، تفكروا دايما ماشي كل شي يلمع ذهب، وماشي كل فقير يبقى فقير، وماشي كل غني ينجو في الدنيا كالدولاب، ما يدوم فيها غير الوجه الطيب والقلب الصافي والنية المليحة. ويا سيدي يا حكيم الزمان، ها قد حكينا فاعتبروا يا أولي الألباب. وإذا عجبتكم الحكاية يا الأحباب، ما تنساوش تشاركوها مع أصحابكم ومع كل واحد يحب يسمع حكاية فيها العبرة والموعظة والذوق الزين. خليوا الحكاية تسرح من دار لدار ومن قلب لقلب، كما كانت تحكيها جداتنا تحت ضوء القمر وسط لمة الأحباب. وما تنساوش كل ما تحكيوها تبقى حية. حكاية قصر الفضة ومسعودة بنت الغولة ما هيش غير خيال، راهي مراية للزمان وسراج للي جاي. نلقاوكم في حكاية جديدة إن شاء الله في ليل آخر وتحت نجمة أخرى، نحكوا ونسمعوا ونحطوا الراس على المخدة والقلب عامر بالمحبة.